في جمهورية اليمن تخبئ هذه الجروف سرا قد يعيد كتابة التاريخ القديم. من المعروف أن المصريين قاموا بتحنيط موتاهم، لكن قد لا يكونون الوحيدين. في صحراء ملكة سبأ الأسطورية الباحثون يسابقون الوقت لكشف الأدلة. ذهبنا إلى 9 مقابر مختلفة وفتشنا في نحو 200 كهف. هل ستكشف صحراء سبأ أسرارها لحل لغز الأموات هذا؟ يوثق هوارد ريد ثقافة المومياءات في أنحاء العالم منذ 10 سنوات. درسها في أمريكا الجنوبية والصين ومصر وجزر الكناري وصورها وكتب عنها. بدأ هوسه بالمومياءات حين واجه الموت المفاجئ لصديق مقرب. جعلني هذا أفكر بالموت وما يحدث بعده وإلى أين نذهب، وقادني هذا إلى دراسة المومياءات. إحدى قراء كتب هاورد كتبت إليه تقول إنها رأت بعض المومياءات محفوظة في الجامعة في العاصمة صنعاء. لم يسمع بوجود المومياءات في اليمن من قبل أو أي مكان آخر في شبه الجزيرة العربية. هذا الخبر فاجأني تماما، شعرت بذهول تام. بعد أشهر قليلة ذهب هاورد إلى صنعاء، وبعد مناقشات مع السلطات رتب ليقود فريقا مشتركا للقيام ببحث علمي على المومياءات التي عثر عليها للحصول على عينات لم يعبث بها أحد من قبل من أجل التحليل الجنائي. إن تم إثبات أن حضارة مصر القديمة وسبأ كانتا على اتصال عبر تجارة التوابل، هل يمكن أن تكون هذه الصلة قد امتدت إلى تحنيط الموتى؟ أول شخص انضم إلى هاورد في سعيه صديقته القديمة الدكتورة جوان فليتشر، الخبيرة في ثقافة صناعة المومياءات المصرية، وهي واحدة من الخبراء الرواد في دراسة شعر الأسلاف. أخذ هاورد جوان إلى جامعة صنعاء ليريها المومياءات التي تم الحصول عليها من قبور محفورة في الصخر خارج المدينة من قبل علماء الآثار اليمنيين في ثمانينيات القرن الماضي، حيث حفظت بالقفل والمفتاح. هناك تقارير عن وجود مومياءات في أنحاء البلاد، لكنها تتركز في الجبال، ونحن لا نعرف أيها أصلي وأيها ليست كذلك. ليس هناك ما يقرأ، لم يكن هناك ما يمكن قراءته، كل شيء جديد. بالتأكيد. لم أسمع يوما بالمومياءات اليمنية قط. ها هي. عجبا، شعر جميل. لديها ما يسمى ضفيرة أو عقدة عالية. ربما هذا اسمها، الشعر سميك عليها. يبدو أن هناك قطعة جلد واحدة تم لفها وخياطتها عليها. ثني الأجساد إلى وضعية الجنين وتغليفها بأكياس جلدية ليس معروفا في أي مكان آخر في الشرق الأوسط. من الواضح أن بعضها تعرض للسرقة. يكشف كيس مومياء مفتوح أن الجثة محشوة بالمواد الحافظة. وهناك شيء آخر. يبدو لي هذا كأنه كتان معالج. إنه مشابه جدا للقماش الموجود على المومياءات المصرية، الكتان مع طبقة طلاء عليها. أجل. وجه محنط. رائع، نواجه وجها لوجه يمنيا قديما. أجل. مدهش. نعم. والأذن. سأتفقد الأنف والممرات التنفسية هنا. تريد جوان أن ترى ما إذا قام اليمنيون القدماء بكسر عظم الأنف لإزالة الدماغ كما كان يفعل الفراعنة. يمكنك أن تنظري إلى الأعلى مباشرة ولن تري فتحة. الدماغ ما زال موجودا. يشعر هاورد وجوان أنهما ربما يكونان على وشك اكتشاف مثير جدا. هل يمكن أن يشير لف الجثة بالجلد إلى مفهوم مختلف تماما عن الموت والحياة الأخرى؟ في الاعتقاد المصري يتم حفظ الجثة كموطن لتعود إليها الروح. تبدو هذه المومياءات ملفوفة على شكل وضعية الجنين، كما لو أنهم يتوقعون ولادة جديدة وقيامة في الحياة الأخرى. تبدو المومياءات أصلية، لكن كم عمرها ومن صنعها؟ وهل هي جزء من حضارة أوسع تصنع المومياءات؟ يخرج هاورد وجوان بحثا عن أدلة في الكهوف قرب صنعاء حيث عثر على المومياءات. اطلب من الرجال أن ينزلوا السلم.
منظم الحملة هو طارق البيدر، رجل أعمال واسع النفوذ تعلم في بريطانيا. في أرض يسود فيها النظام القبلي، فإن وجود صديق مثل طارق أمر ضروري لتنفيذ الحملة بشكل سلس. يرافقهم علماء آثار محليون وموظفون حكوميون ووزير الإعلام وقسم الآثار. تم التنقيب في الكهوف الموجودة على هذه الجهة من الجرف بسبب ضرر سببه اللصوص، ولم توثق من قبل علماء أجانب. إنها على منتصف الجرف، ومن الواضح أنها من صنع الإنسان. عام 2800 قبل الميلاد استخدم صناع المومياءات المصرية قبورا محفورة في الصخور، كما فعلت مجتمعات أخرى في الشرق الأوسط. هذا قبر رائع، إنه قبر مذهل، إنه كذلك. انظر إلى سماكة الجثة على هذا الجدار وعلى السقف، إنها حجارة محفورة اسودت بسبب استخدامهم المشاعل كما يمكن أن نتخيل. كانوا يعملون على ضوء المشاعل، يكون هناك سخام أسود على السقف، ثم يدخل الرجل كي يزينه. هذا أمر معقد جدا، إنه مكان رائع للدفن. يمكن أن تكون هذه عائلة كبيرة أو عدة أجيال كما أظن. أجيال عديدة من الأرستقراطية المحلية. نعم، يمكننا القول إن هذه عملية معقدة جدا، معقدة كثيرا. صحيح. هؤلاء ليسوا مجرد عوام يضعون موتاهم في كهف طبيعي. أنت محق. لقد اتسع له. لقد نام. هذا جميل جدا، أشعر برغبة في النوم. يوحي أول كهف أنهم كانوا يهتمون كثيرا بحفظ موتاهم، وقد طوروا ثقافة صنع مومياءات معقدة. في مكان أبعد عثر هاورد على كهف مثير للاهتمام له فتحتان. هذه هي البوابة الأصلية، لكن يبدو هذا كنظام تحصين. هذا هو المدخل الرئيسي. يمكن سدها بقطع خشبية وتصبح مختومة وسليمة. أمسك هذا من فضلك. انظر، كتابات. يا إلهي، انظروا إلى هذا. هذا لا يصدق. هذا هو اسم الجثة التي دفنت هنا. هذا تصور، قبرها. جثة ذات اسم. هذا مذهل. النقش الذي هنا ماذا يقول؟ عم وآر. هذا شبيه بشكل قديم من الكتابة في جنوب شبه الجزيرة العربية، يعود إلى نصف قرن قبل الميلاد، ما يعني أن تاريخ المومياءات يعود إلى أكثر من 2000 سنة، حين كان هذا الجزء من اليمن معروفا باسم سبأ أو شيبة، أرض بلقيس الملكة الأسطورية. بدأ هاورد وجوان برسم صورة لصناع هذه المومياءات. يبدو أنهم كانوا أشخاصا متعلمين آمنوا بالحياة الأخرى، وسعوا إلى حفظ موتاهم ليس بمعالجتهم بالمواد وتغليف جثتهم، بل بوضعهم في مواقع عالية جافة بعيدة عن أيدي اللصوص. تبدو هذه القبور وكأنها تشرف على الأرض التي تحتها، كما لو أنها تحرس سلالتها وتحميها. وعمليا فإن تغليف الجثث بأكياس جلدية سيسهل رفعها إلى قبورها في الكهوف الجرفية. لكن كيف صنع سكان شبه الجزيرة العربية القدامى مومياءاتهم؟ ستيفن باكلي عالم كيمياء آثار بريطاني متخصص بتقنيات التحنيط المصري، ومهمته أخذ عينات من المومياءات الموجودة في الجامعة من أجل تحليل كيميائي بتقنيات حديثة في بريطانيا. أرني، أعتقد من الجهة اليسرى من العنق. أجل، صحيح. يجب أن يكشف عمله المواد التي استخدمها هؤلاء الناس لحفظ موتاهم بالضبط. لكن هناك مشكلة، فمومياءات الجامعة أخرجت من قبورها منذ 10 سنوات، لذا فإن خطورة التلوث من التغيرات البيئية أو التلامس البشري مرتفعة، ومن أجل الشرعية العلمية تحتاج الحملة إلى جمع عينات نقية من موقع ميداني لم يمس من قبل. لكن مواقع هذه المومياءات مرتفعة على جوانب الجرف، والوصول إليها سيكون عملا خطيرا. يدرك هاورد أنه بحاجة إلى متسلقين مختصين وبسرعة. خذ يا ريكو، ما هو الموقع الأفضل؟ يا للمسكين، لقد عانوا الكثير، وغالبا هذا موقع لوجود المومياءات. عالم الإنسان هاورد ريد وعالمة الآثار المصرية جوان فليتشر في اليمن
بحثا عن مومياءات تعود إلى زمن الملكة بلقيس الأسطورية. المكان صحيح، يوجد منحدر بسيط تحته. عثرا على قبور محفورة في الصخور على جوانب الجرف، لكن للوصول إليها يحتاجون إلى مساعدة اختصاصية. هيرب ليجر وريكو ميلودي متسلقان أمريكيان وصلا توا من كاليفورنيا للانضمام إلى فريق هاورد. عمل ريكو اليومي هو برمجيات الحاسوب، وهيرب عالم صخور سابق. خذ يا ريكو. شارك كلاهما في حملات في أمريكا الجنوبية والوسطى، واختص هيرب في تسلق الآثار والكهوف لعدة سنوات. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بالابتعاد عن اليمن، لكنهما قاما بالزيارة الأولى لهما إلى هنا وهما متحمسان لتسلق الصخور. أهناك شيء آخر؟ اتجه الفريق مسافة 80 كيلومترا غرب صنعاء إلى جبال ماهوت. إنها من أكثر الأماكن وعورة في البلاد، وهي المكان الذي أكد قسم الآثار لهاورد وجود المومياءات فيه. لكن وجود الأجانب هنا يسبب الإرباك، فهذه تجربة الفريق الأولى في مشاهدة النزاع المستمر بين المحليين وموظفي الحكومة من صنعاء. للأشخاص الخمسة وجهة نظر مختلفة، بعضهم يقول إن بإمكاننا أخذ عينات، والآخرون يقولون لا. نحن نناقش العينات ولم نرى شيئا بعد. محمد راجا المسؤول عن الآثار هنا ليس متأكدا ما إذا كان يريد أن ينقب الفريق مومياءاته، رغم أن هاورد لديه إذن للقيام بهذا من الحكومة المركزية في صنعاء. ستذهب المومياءات إلى متحف السيد محمد، ولدينا كل المواد الحافظة هنا، ومعنا خبير عالم يعرف كيف يقوم بهذه الأمور بشكل ممتاز. لن نلمس شيئا أبدا، سيصعد المتسلقان وسنرى ما إذا كانا سيؤكدان وجود مومياء هنا أم لا. في هذه المنطقة توجد المومياءات في أحياد على جوانب الجرف، وتوضع مختومة خلف جدران من صنع الإنسان. أدرك هيرب وريكو حالا أن الطريقة الممكنة الوحيدة للوصول إلى هذه المواقع هي الانزلاق من الأعلى. أفضل المواقع موجودة تحت التدليات التي حمتها من عوامل الجو واللصوص. هذا أكثر الأماكن تدليا في كامل الجرف الصخري. إن أردت الوصول مباشرة إلى هناك فإن النزول العمودي سيوصلك إلى الجدار الصغير. حسنا، سنحفر هنا. على الأرجح لم تمس الأحياد، وهي محفوظة بشكل جيد، لكن الوصول إليها هو الأصعب والأخطر بالنسبة إلى المتسلقين. ما يظهر لهاورد وجوان من تحت هو أن هذا الموقع مثالي. الحيد عال في الجرف، وهناك جدار. هذا جيد. وهناك تدل كبير يحميه، كلها علامات مناسبة لوجود مومياء. إنها فارغة تماما. لا شيء خلف الجدار، ذلك مكان وجود القبر. هذا صحيح، أستطيع أن أرى أن لا شيء هناك، ولكنني سأصوره. هناك. الجدار الإنساني الصنع يوحي بوجود قبر هنا، ربما سبقهم اللصوص إليه. لا يوجد شيء هنا. إن وصل اللصوص إلى هناك أولا بالفعل فهذا أمر مفاجئ، لقد سبقوهم ب2000 سنة. لكن هيرب لا يزال متفائلا. الموقع من صنع الإنسان. بالتأكيد. أي أنهم عانوا الكثير في الصعود إلى هناك، وهذا موقع وجود المومياء. صحيح. وهذا الأمر مشجع لي جدا. حتما هو. وصعوبة الوصول إليه تعني أنه لا تزال هناك مواقع لم يعبث بها أحد. كيف وصلوا؟ ربما باستقالات، فليس بالإمكان الوصول بالحبال. على مر الأيام القليلة القادمة سيستمر الفريق في مسح المنطقة. يدعي السكان المحليون وجود مومياءات في أجرافهم، لكن حين يتفقد هيرب وريكو لا يجدان شيئا، ومع عدم العثور على شيء بدأ الشعور بالإحباط. لا شيء هنا. لا شيء. هذه قرية ادعى أحد سكانها أنه عثر على مومياء منذ 4 سنوات. أين أفضل موقع؟ أين المومياءات كلها؟ لا أريد جدالا، هل سيدلنا على المكان؟ يقسم الرجل إنه رأى 8 جثث أو 9 أخرى هناك.
لا أرى أي شيء يشبه المومياء. هاورد، يبدو أن لدينا معضلة. إن صعد ريكو إلى هذه الحافة وبحث وبرأيه أنه لا توجد مومياءات هناك، نعرف أن محمد سيصر على أنه توجد مومياءات هناك. لا شيء هنا. بعد أن حاول موظف الآثار محمد راجا أولا منع الفريق من العثور على مومياءاته، فهو مصمم الآن على إثبات وجود مومياءات في هذه المنطقة. ربما توجد مومياء في هذا الموقع وربما لا. محمد راجا مقتنع بأنه يوجد شيء ما هنا، لذا أرسل هاورد ريكو ثانية من أجل بحث دقيق. المسكين يبدو كدودة هناك، صحيح؟ يزحف ريكو على كامل طول الحيد، لكنه لا يجد شيئا. خاب أمل الفريق، فالمواقع التي أتوا إليها لم تكن صعبة الوصول كما كانوا يأملون، ولو كانت هناك قبور مومياءات لتعرضت النهب. علينا الصعود. لا نستطيع الوصول. قرر هاورد أن أفضل خطة هي ترك المتسلقين في الجبال. مهمتها هي البحث عن المواقع الأصعب. عاد هاورد وجوان إلى صنعاء، حيث وصل البروفيسور دون بروثويل من جامعة يورك في بريطانيا. إنه أحد الخبراء البريطانيين الرواد في بقايا الأجساد البشرية القديمة. رتب دون لتخضع إحدى المومياءات الموجودة في جامعة صنعاء إلى تصوير مقطعي محوري محوسب في مستشفى محلي. هذا النوع من آلات الأشعة السينية المتطورة يكشف الأسرار بتصوير كثافات مختلفة من المواد الموجودة في الجسد. يأمل دون وهاورد أن يجيبا عن سؤالين هامين: هل أزيل الدماغ؟ وكيف عولج تجوف الجسد؟ يمكنك رؤية بقايا نسيج دماغي على حافات الجمجمة. الدماغ موجود هنا ولم يزل. ما من دليل على كسر في عظام الجمجمة. صحيح. العظام الأنفية العليا لم تتعرض لأذية. منذ عام 1500 قبل الميلاد فصاعدا كان المصريون يزيلون الدماغ عبر الأنف. رأس هذه المومياء لم يتعرض للعبث، لذا فهذه الممارسة مختلفة عن الطريقة المصرية. توجد مادة مثيرة للاهتمام في التجويف الصدري. هذا يلف العمود الفقري من الجهتين، يملأ كامل التجويف الصدري، أو ربما إنه نسيج الرخو. هذا أمر لا نجادله كفاية. هل يمكن أن يكون لدينا بعض بقايا الأعضاء ثم أضيفت مادة حشو إلى الصدر أيضا؟ هل تم حشوه جيدا؟ صحيح. نفترض أن الصدر قد أفرغ، لكن هذا ليس حتميا. يشير التصوير المقطعي إلى أن هذه المومياءات ملئت بالمواد الحافظة. كذلك فعل المصريون، لكن التحليل المخبري في بريطانيا هو ما سيحدد إذا كانت المواد المستخدمة هي ذاتها. المتسلقان يستكشفان جبال ماهويت بينما العلماء يعملون في صنعاء. وقد قرر هاورد وجوان بحث سؤال أساسي: إن تبين أن طقوس صنع المومياءات السبائية فريدة، فأي أثر سيكون لهذا على قصة العالم القديم؟ مع معرفة أن عمر المومياءات أكثر من 2000 سنة، اتجهوا شرقا إلى حافة صحراء شبه الجزيرة العربية الكبرى، إلى مدينة ازدهرت حينا، وهي مأرب عاصمة سبأ القديمة. سيمرون عبر بلاد خطيرة حيث تنتشر نقاط التفتيش العسكرية. هنا تعتبر كلمة الرئيس المحلي هي القانون، بينما يحاول الجيش الوطني الحفاظ على سلام قلق. هيا بنا. في منتصف الطريق إلى مأرب عين لهاورد وجوان مرافقة مسلحة. بوجود حرس أمن رتب الفريق سيارة خاصة بدوية لتجنب المشاكل أثناء التقدم، واتجهوا نحو الصحراء.
في مأرب تفقد هاورد وجوان الصلات بين قصص الكتاب المقدس عن ملكة سبأ والواقع حسب علم الآثار. إنها أعمدة رائعة. هذا هو المعبد المتعلق بالملكة الأسطورية. يقول الكتاب المقدس إنها سافرت إلى القدس لزيارة الملك سليمان، وهي تحمل هدايا من الذهب والجواهر والتوابل الثمينة. أعطت الملكة 120 طالا من الذهب وكمية كبيرة من التوابل وأحجارا ثمينة. لم يكن هناك وفرة من التوابل كالتي أعطتها الملكة للملك. الأمر الواضح هنا هو الصلة بين سبأ والتوابل. الثروة التي مكنتهم من بناء هذه الأبنية تأتي من تجارة التوابل. أجل. جنوب شبه الجزيرة العربية مكان تأتي منه التوابل واستخدمت للتحنيط. رغم أن ملكة سبأ هي شخصية أسطورية، إلا أن توابل سبأ وصلت إلى أرجاء العالم القديم بالتأكيد، بما فيه مصر والقدس. يظن هاورد أن التجار السبائيين عرفوا ميزات الحفظ الخاصة للتوابل، سواء في التحنيط حيث تعالج الجثة من الداخل والخارج، أم في التعطير حيث يدهن خارج الجثة فقط. إذن هل قلدوا تقنيات حفظ الموتى من المصريين؟ أم أن سكان شبه الجزيرة العربية القدامى طوروا طرقهم الخاصة باستخدام التوابل من أجل التحنيط وصدروها إلى أجزاء أخرى من العالم القديم؟ أثر التوابل يعيد العالمين إلى صنعاء، يريدان معرفة ما إذا كانت التوابل التي تاجر بها السبائيون متوفرة في السوق القديم. هذا لبان؟ انظر إلى حجم هذا. المعذرة، لقد جعلني هذا أعطس. إذن هذا هو المر، قطعة كبيرة جدا. إنه ضخم، نحتاج إلى الذهب. لدينا المر واللبان. ماذا عن المومياء؟ أهي متوفرة هنا؟ لدينا منها في السوق الأخرى. دعنا نرى. شكرا. موميا هي مادة عطرية. يعتقد بعضهم أن صناع المومياء المصريين استخدموا نوعا من الموميا، ما سبب اللون الأسود لجثثهم. موميا تبدو كحجارة أو ما شابه. كلمة مومياء مشتقة من الكلمة الفارسية العربية موميا، وهي نوع من مادة شبيهة بالقار الأسود. هذا صحيح. رائحتها قوية جدا، رائحة مميزة، أليس كذلك؟ بالتأكيد. أجل. أنشتري منها؟ نعم. ما هذه يا طارق؟ نبات الصبر. صبر؟ رائع. يستخدمونه في الأدوية. الفكرة أنه في زمن سبأ كانت توابل التحنيط مثل المر واللبان والموميا تصدر إلى القدس من قبل حضارة تصنع المومياءات، وهذا يفتح الباب على أكثر الاحتمالات تفردا. قد توجد مومياء هنا. رائحة كريهة. جلد حيوان أو ما شابه. قدم رائع. يوجد شيء ما هنا. أثناء البحث عن عينات مومياء جديدة من أجل التحليل العلمي، عثر المتسلقان الأمريكيان هيرب ليجر وريكو ميليدي على موقع من الصعب الوصول إليه، فهو مرتفع على جرف تحت تدل ضخم. ينزل هيرب أولا. الأمور بخير. أرى ما في الموقع من هنا. قد توجد مومياء هنا خلف الصخور. يبدو لي أن هناك كيسا جلديا، لكن للوصول إليه لابد من حفر براغ تحت هنا. وجد هيرب شيئا غامضا جدا. خلف الجدار توجد مادة شبيهة بالجص تغطي المومياء. حسنا، سأنزل. يبدو الموقع جيدا، لكن التنقيب عن جثة فيه خطر للغاية، فإن سقطت صخرة يمكنها أن تقتل أحدا. إنه مثل الخشب هنا، خشب هناك، مومياء هنا، مغطاة بالتراب. أدرك الفريق أن هذا قد يكون اكتشافا عظيما، فهم لم يصادفوا أي مومياء مغطاة بغلاف جصي من قبل، لذا يجب أخذ عينات من كل مرحلة من التنقيب. ينتهي اليوم مع شعور الجميع بالتفاؤل. في الليل توصل هيرب إلى خطة تنقيب ستكون عملية طويلة وصعبة. هذا حبل تدخل فيه البكرة، بحيث يمكننا جذب الدلاء وإنزال الصخور وغيرها.
وهو مربوط على مرساة في الأعلى، ثم تم تمريره عبر هذه ثم عبر هذه وإلى هنا. المهمة الأولى هي تجهيز الموقع بالبراغي والحبال، عمل بطيء وخطير، إنها مهمة ريكو. مع انتصاف اليوم انضم هيرب إليه على الحيد، إنهما مستعدان لبدء التنقيب. تعطيهما روان التعليمات بأن يفتحا ثقبا صغيرا في الجص. إنها طرية نوعا ما، يبدو أنها ستتحطم بسهولة، إنها تشبه الطين كثيرا. حسنا، القطعة العلوية تنفصل، وتماما كما قال محمد، يبدو أنه يوجد نوع من التراب تحت القطعة العلوية وقليل من مادة ليفية. ستضع جبيرة باريس في كيس العينات الأول. الموقع أصغر وأخطر من أن يدخله أحد إلا المتسلقين الخبراء، لذا يوجه هاورد وجوان العملية من البروز الصخري في الأسفل. حصل الفريق أخيرا على نتيجة، مادة نقية غير ملوثة من موقع مومياء. هذا نوع مختلف حتما من الطبقات. بينما لا يعرف العالم الخارجي طريقة حفظ المومياءات هذا، فإن معرفة المواد المستخدمة أمر حيوي للفريق. سيتم تحليل المواد كيميائيا في بريطانيا. هيرب، أعطنا فكرة عن مدى دخولك، بوصات أو سنتيمترات؟ دخلنا نحو سنتيمترين 2. تنبعث رائحة ويبدو أنها جذبت الذباب إليها. رائحة كريهة. قررنا وضع أقنعة. حين تشمين الرائحة ستميزينها. إنها فكرة جيدة. دخلت نحو سنتيمترين إلى أعلى العينة التالية. تقول جوان من المنطقي الدخول أعمق وأخذ عينات أصغر. إنها أكثر قسوة هنا لسبب ما. مع نهاية اليوم خص هيرب 10 سنتيمترات داخل الجص. نزل ريكو. استمرت الرائحة الكريهة والفريق واثق أنه سيكشف عن المومياء في اليوم التالي. الحبال جاهزة. إنه صباح اليوم الثالث، وقررت جوان أن من الممكن متابعة العمل الآن بسرعة أكبر لفتح وتوسيع الثقب الذي يحفره المتسلقان. تبدو كمادة عضوية أو مادة نباتية. إنها قطعة صغيرة من الخشب، ربما استخدمت لتثبيت الجص. ربما يكون هناك جلد حيوان أو ما شابه. ألقي نظرة إليه قبل أن نتابع الحفر أكثر. يبدو هذا رائعا، شكرا. يبدو لي كأنه خشب. ممتاز. وصلت إلى طبقة أصلب قليلا الآن. لكن بينما يكدح المتسلقان على حافة الجرف، يزداد التوتر في الأسفل، فالشيوخ المحليون يتجادلون حول من سيمتلك المومياء. المشكلة الأساسية هي أن شيخ المنطقة الذي يتحكم في هذه القرى كلها ويعتبر كل ما يوجد على أرضه ملكا له، في حالة عداوة طويلة الأمد مع قرى المشايخ الجيران مثل الطويا، وهنا يقع متحف محمد. لذا فإن آخر ما يريده هذا الشيخ هو أن تؤخذ المومياء إلى متحفهم. لم أحلم أني سأصل إلى هذا العمق. قدم كاملة. قدم؟ رائع. لا، إنها من العمق. قصدت أنك تعمقت قدما. لا أظن أنك عثرت على قدم. يجب أن أريح ظهري. هذا ما نريد رؤيته. أجل، وهذه هي المادة التي أكد محمد راجا أنها توجد قرب الجثة تحت الجبيرة. لذا أظن أننا اقتربنا كثيرا. اقتربنا. أجل. كثيرا. يشك هيرب في أنهم حفروا أعمق مما يجب أن يصلوا إلى كيس المومياء الآن. لا يوجد شيء هنا. ما رأيك يا ريكو؟ لا شيء. يظن أنه لا يوجد شيء.
أهناك احتمال أن يوجد تجويف في الحيض؟ أعني أنه على سطح الحيض، حيث يمكن أن يكون الكيس الجلدي قد وضع ثم المادة في الأعلى. أهناك نقطة حول المحيط من الممكن أن تصدما فيها حجرا صخريا؟ إنه أساس صخري، ولدينا ثقب كبير جدا في المركز هنا. لما سيفعل أي شخص هذا؟ إنهم في مصر، لديهم مدافن مزيفة لتضليل الناس. أحقا؟ وجدنا أكثرها وضوحا هنا، ربما بالخطأ. مع صعوبة الوصول إلى هذا القبر فلن يرغب أحد بجعله قبرا مزيفا. هيرب، أتمنحني دقائق لأتحدث إلى محمد حول هذا؟ قال توجد رائحة. أجل، توجد رائحة قوية وكريهة. مؤكد يوجد شيء ما. توجد جثة. إنها ليست هناك، بل في مكان أبعد تحت الحجارة. لا يبدو الأمر جيدا حيث نحن، وهو أخطر بكثير. سيتعين علينا إزالة قطع كبيرة من الصخور بوزن 32 كيلوغراما. إن سقطت قطعة واحدة فستؤذي الأشخاص الموجودين هنا، وإن نظرت من الجرف فستجد منازل تحته. ستدخل الصخرة عبر سقف منزل. يقول محمد إنه يريدك أن تنزل ليلقي هو نظرة. أظن أننا نضيع وقتنا هنا. يسهل الوصول إلى المواقع الأخرى كلها. ريكو، ما المشكلة؟ توجد مومياء في الخلف. توجد مومياء في الخلف؟ هل تراها؟ توقعنا ما سيحدث. أخبره أن هذا خطير. أخبره أنني أظن أن المومياء قد تكون موجودة، لكنني لا أريد المخاطرة بحياتنا. حياتنا أكثر أهمية. يقول لك أنه متأكد أن المومياء عندك. انسحب بسرعة. بسبب الرائحة، واثقة من وجود جثة تحت الصخور. إنها ضربة كبيرة لهاورد. 3 أيام من العمل الخطير والمؤلم ولم يحصلوا على مومياء. مع ذلك لدى الفريق عينات قيمة من موقع مومياء لم يعبث به أحد، وقد يتمكن تحليل مخبري من تحديد ما إذا كانت توجد بقايا بشرية أم حيوانية على ذلك الحي. في بريطانيا وصلت النتائج الأولية، ويظن ستيفن باكلي أنها تشير إلى اختلاف بين ثقافتي صنع المومياءات المصرية وشبه الجزيرة العربية. ستيفن، تلقينا خبرا رائعا من مختبر الكربون المشع في أكسفورد. فقد حددوا عمر الجثث التي أعطيناهم عينات منها، وهي بين 500 قبل الميلاد و1200 قبل الميلاد. هذا مثير. أجل، أنا أدرس عينات من المتحف. هذه هي الجثة الملفوفة بالكتان. أجل، صحيح. يعود تاريخها إلى 550 قبل الميلاد. أجل، إنني أرى بعض الحموض العطرية في نوع خاص من حمض البنزويك والسكر، وهذا يوحي بأنها مادة الموميا. إنها مضادة للجراثيم، لذا فقد استخدمت في التحنيط. لكنك تظن أنها طريقة مختلفة عن طريقة تحنيط المصريين. أجل، المزيج مختلف. هذا مشجع، لكن لتوضيح كيفية تطوير السبائيين لتقنياتهم الخاصة في صنع المومياءات، يحتاج فريق المسح الميداني إلى دليل يمكن الاعتماد عليه أكثر من جثة مكتشفة حديثا. في صنعاء يكتب هاورد وجوان تقارير الحملة بينما يتابع المتسلقان البحث عن المومياءات. لم يفقد هاورد الأمل قط في العثور على مومياء لم يصل إليها أحد من قبل. هل سيحصل على الدليل الذي يحتاج إليه؟ لم يبقى إلا يوم وقد تلقى اتصالا. يفتش ريكو وهيرب في جبال ماهويط عن موقع جيد. ذهبا إلى 9 مدافن مختلفة وفتشا فيما يقارب 200 كهف، وبشكل مثير للسخرية لم يعثرا على مومياء إلا في آخر كهف زاراه في 5 مساء الأمس. هذه هي فرصتنا الأخيرة. القبر الذي عثر عليه هيرب وريكو هو الموقع الأصعب وصولا إليه.
فهو على انخفاض 915 سنتيمترا على جرف عمودي يرتفع على جبل قاحل. إن بقي موقع ما سليما فسيكون هذا هو بالتأكيد. المواقع السابقة كانت أضيق من أن ينضم هاورد إلى العمل، لكنه يريد أن يرى ما إذا كان يوجد شيء مدفون هنا، ويوافق هيرب على السماح له بالانضمام إلى ريكو. لكن مفهوم النزول على حافة جرف يرتفع 305 أمتار في رياح سرعتها 80 كيلومترا في الساعة تخيفه كثيرا. واثق أنه سيقفل؟ أنا قلق. مهلا مهلا، لا تسحبه بسرعة، اسحبه بروية بهدوء. جيد، الحبل جيد هنا، ممتاز. أستطيع رؤية أنه يوجد عرف من تراب مسوى من دون شك. الطبقة العلوية عبارة عن كتل ترابية كبيرة تمتزج بها ألياف نباتية. الرياح شديدة وتقوم بالعمل عني، ولدينا شيء ما هنا. ليس كيسا جلديا كما أرى، إنما هناك شيء. إنه عظم. عظم فقط أم أن عليه نسيجا رخوا؟ ما هو محاط بهذه المادة البنية. لدينا جثة ولم يبقوا إلا العظام. يا إلهي، فيها مفاصل. الأمر الذي يقلقني حاليا هو أنه بسبب الرياح العاتية فمن المحال أن نخرج هيكلا عظميا كاملا ذا مفاصل، وذلك قطعة واحدة. لا نريد هذا، لكننا سنبحث عن الرأس. يصعب العمل هنا. أنا أتعاطف معك. لدينا مومياء هنا، لا شك في ذلك. لدينا جمجمة، إنها جمجمة صغيرة. عثرنا على حافة حاجب ومحجر عين. إنها حافة حاجب بارزة، هذا ما يشير إلى أنها ربما تكون جثة ذكر. خرجت قدم في يدي، أظفار أقدام وعظام، قدم طفل ووركاه. إنه صغير بالتأكيد، وهو ملفوف بالجلد، ويوجد المزيد منه. الخوذة تؤلمني. المكان ضيق هنا بالنسبة إلينا. أجل، الخوذة تؤلمه. قمة الكيس ليست موجودة، والذراع اليسرى أيضا. أعثر على مزيد من الجلد بالمسح الخفيف. أترى هذا يا ريكو؟ إذن لقد وجدتما هيكل الطفل العظمي مغلفا بالجلد، أليس كذلك؟ الجمجمة تبرز منه، قمة جانب الجذع تبرز منه كثيرا. لدينا صف كامل من الأضلاع يمكننا رؤيتها بوضوح تام، لكن يوجد جلد على الأضلاع ويوجد جلد على البطن. ربما نحظى بقطعة من التغليف، تبدو وكأنها طحالب عليها غصينات صغيرة. بعد التصوير المقطعي يجب أن توجد أشياء حتى الأعلى. يا إلهي، ما هذا بحق السماء؟ يا إلهي، ماذا؟ لا أصدق هذا. ما الأمر؟ داخل الجزء العلوي في تجويف الصدر هنا يوجد هيكل عظمي لحيوان قارض صغير. هذا في غاية الغرابة. أنا أمسكه بيدي، إنه في حالة مثالية، عند الحنجرة تقريبا. أمن الممكن يا هاورد أخذه كعينة كاملة؟ أجل، لقد أخرجته من الجثة. لدينا ذيله، إنه طويل، أظن أنه فأر. برأيك هل أتى الفأر فيما بعد وبدأ يلتهم الجلد على الجثة يا ترى؟ سيكون الأمر غريبا لو فعل هذا بسبب الرعاية في تحضير المومياء لإيصالها إلى هنا. بمجرد تحريك الكيس فإنني أتمكن الآن من تحرير الوجه. يوجد جلد حول كرة العين وعلى الأنف،
وتوجد شفة سفلية ملتوية وشفة علوية ملتوية، ويوجد جلد على طول الفك السفلي، كما يوجد جلد على الذقن. إنها مومياء طفل. وجه قديم. لا أستطيع معرفة ما حل بعظام الأنف، سنعرف بعد التصوير المقطعي. هذا الالتواء في المومياءات المصرية هو بسبب القماش الملفوف على الوجه الذي يسحق الأنف، كما تبدو الشفتان بمظهر غريب جدا. ها هي. يتفق هاورد وجوان على أن الجثة أكثر هشاشة وانحلالا من أن تتم إزالتها من دون ضرر كبير. قمنا بعمل جيد بإعادة دفنها. نجح الفريق، وجدوا مومياء لم يعبث بها أحد في كهف جرفي عمره قرون، وهذا تأكيد على أن قدماء سكان شبه الجزيرة العربية كانوا يحنطون موتاهم. مع الدليل في فيلم ريكو، جمع الفريق أخيرا جميع العينات الضرورية من جثة لم يعبث بها أحد من قبل. لقد نزلت. عينة من قطع الكتان حولها. ستكون المعلومات التي تكشفها التحاليل المخبرية في بريطانيا مذهلة. الألياف التي تلف المومياء هي صوف مغزول بدقة. إنه من أصل بشري. كانت حضارة معقدة تصنع المومياءات. مع نهاية الحملة في اليمن، فإن الدليل قوي على أن سكان شبه الجزيرة العربية القدماء كانوا محنطين بارعين. لا يمكن إلا للعلم أن يكشف طريقة ممارستهم فنهم. بعد شهرين في جامعة يورك في إنجلترا، يقوم عالم كيمياء الآثار ستيفن باكتشافات مذهلة. كشفت التحاليل أن الرائحة الغريبة الصادرة عن الجبيرة من عملية التنقيب التي لم تكتمل تحتوي على الكوليسترول، أي أن الرائحة قادمة من بقايا بشرية أو حيوانية وليس من نباتات. بما أن الموقع صعب الوصول، يبدو من المحتمل أن تكون بشرية، لذا ربما كانت هناك جثة خلف الصخور. لكن ستيفن قام باكتشاف أعظم. محتوى الوعاء الصغير في المتحف في جامعة صنعاء يطابق التركيب الكيميائي للمادة التي تم العثور عليها في الجثث التي فحصها. استخدمت ما في الوعاء على كلتا الجثتين، ووجدت أن التشابه بينهما مذهل. فهناك دهن حيواني وصمغ وشمع ومادة الموميا. إذن يبدو أن هذه هي خلطة التحنيط السبائي التي تحتوي على الموميا، المادة الغامضة التي اشتراها هاورد وجوان من سوق التوابل في صنعاء. إنه اكتشاف هام جدا. يبدو هذا المزيج مختلفا تماما عن الخلطة المصرية القديمة. أخضعت جوان العينات النسيجية الثلاث إلى التحليل، وكشفت كلها عن أسرارها الخاصة. المومياء المصورة بشكل مقطعي أظهرت أن الألياف المستخدمة للفها كانت صوف خروف مغزولا بدقة. لا يدفن المصريون بالصوف. العينة الثانية، وهي تلف الجثة أيضا، كانت من الكتان المصنوع من نبات الكتان الذي ربما استورد من مصر، ما يشير إلى صلات التجارة بين الحضارتين. ومادة اللف الثالثة من مومياء الطفل هي نسيج لم يتعرف إليه المحللون، وقد يكون نوعا من الخباز، وهي ألياف نباتية مستوردة من الهند. ممارسة التحنيط اليمنية لم تكن تطورا مباشرا من مصر. لقد كانوا على صلات قوية مع مصر، لكن الإجراءات بحد ذاتها تشير إلى ثقافة أساسها محلي تم تطويرها، لذا فقد كانت حضارة معقدة تصنع المومياءات. بدأت الفحوص المخبرية الآن تؤكد وجهات نظر الفريق، حيث كشفوا عن تقليد صنع مومياءات جديد. إن المومياءات المكتشفة في اليمن تعيد كتابة التاريخ، فاحتكار ثقافة صنع المومياءات من قبل المصريين القدماء قد انتهى. توحي الأدلة بأنهم كانوا سكان مدن متعلمين ولديهم صلات تجارية مع حضارات عظيمة في العالم القديم. ثروتهم أتت من التوابل، وهي مواد سحرية ثمينة يعتقد أنها تحفظ جثث موتاهم. أشخاص ربما آمنوا بالحياة بعد الموت والبعث والقيامة،
ويبدو أنهم أرادوا أن تبقى جثث أحبائهم إلى الأبد في ملاذهم الكهفي الجرفي. هذه الحملة الأولى إلى جبال وصحارى شبه الجزيرة العربية هي مجرد نقطة بداية، لكنها بدأت عملية مذهلة من الكشف عن مومياءات سبأ السرية. والفأر كان من عمر المومياء، لذا ربما وضعه صناع المومياء هناك، لكن سبب قيامهم بهذا قد لا نتمكن من معرفته.